عاجل مارسيل كولر يفاجئ النادي الأهلي بهذا التصريح الخطير، ويكشف مفاجأة في انتقاله لروشن السعودي، ويعاتب الإعلام المصري. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد أن كشفنا لكم الأسبوع الماضي ولم يصدق أحد هذه الأخبار، بعد أن هزم الأهلي المصري البورسعيدي 4-0، أكد الإعلام السعودي وليد الفراج أن دوري روشن السعودي سيقدم عروض خيالية لبيرسيتاو وإمام عاشور ورضا سليم وعلي معلول ومدرب النادي الأهلي مارسيل كولر. وهذه الأخبار أصبحت حقيقة هذا الأسبوع، فإدارة الأهلي السعودي حاليا قدمت عرض خيالي لمارسيل كولر بأضعاف مضاعفة لمارسيل كولر. وصرح مارسيل كولر لصحيفة بلاك سبورت النمساوية وقال: أنا حزين جدا بما قام به بعض الإعلاميين المصريين الذين اتهموني واتهموا شركتي الخاصة بأنها تعمل لمصلحة الشخصية وليست مصلحة الأهلي، فالشركة تعمل مع أكبر الأندية في العالم وليس لي أي مصلحة في ذلك، ولو بحثت عن المال لذهبت إلى دوري روشن السعودي، لكن أنا في هذه المرحلة سأخرج النادي الأهلي من ثوب المحلية والإفريقية وأجعله مثل الأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، وهذا التطوير سيجلب للنادي الأهلي شركات رعاية عالمية، وهذه الشركات الراعية هي التي ستتعاقد مع كبار اللاعبين في العالم. وقال مارسيل كولر: أنا أجهز الأهلي الآن إلى بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية 2026. وفي النهاية لو أنت أهلاوي وداعم لقهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.